السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة اشتراك لايك جرس. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناتنا قناة يوميات مربي. بجدد اللقاء مع حضراتكم. طبعا انا حبيت ان انا ابدا اللقاء معاكم. حب يقدم الحلقه النهارده معاذ ابني. ربنا يبارك في اولادكم يا رب. هو حابب على طول ان يلازمني ويطلع معايا العشه فوق، ويعني قال لي عايز اطلع معاك في القناه، فانا حبيت ان انا اطلعه. زي ما انتم شفتوا حضراتكم كده، كان اول اللقاء والبدايه بتاعه الفيديو كانت مع معاذ. هو طلب منكم طبعا طلبات، قال اشتركوا في القناه، اللايك، الجرس. قبل ما نبدا الفيديو مع بعض، اتمنى ان اللي اول مره يشاهد قناتي يشترك في القناه، يدي لايك للفيديو. زي ما قلت لكم ان اللايكات بترفع من شأن الفيديو. الجرس مهم جدا عشان يصلك كل جديد من الفيديوهات اللي احنا بننزلها ان شاء الله باذن الله. زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، انا كنت اتكلمت على نظره عامه في الفيديو اللي انا نزلته على عمليه التزاوج بين الحمام، وقلت لكم ان شاء الله باذن الله هنعمل عمليه التزاوج دي عملي. والنهارده ان شاء الله نازل بالفيديو عشان اقول لك ايه هي الاشياء يجب مراعاتها عند عمليه التزاوج. اولا المكان المناسب، المكان اللي انت هتعمل فيه عمليه التزاوج. زي ما انتم شايفين حضراتكم كده قدام منكم، ده قفص انا عامله. انا اللي عامل القفص ده طبعا عموله، ولكن الاقفاص اللي بالشكل ده بتبقى مكلفه طبعا. انا حابب ان انا الاول اوريك حاجه زي دي. وطبعا انا في قناتي قناه بسيطه زي ما انا قلت لكم، وبخاطب الفئات كلها. عندنا اشياء كتيره جدا، من ضمنها زي القفص اللي قدام حضراتكم دوت كده. بحاول ان انا اقرب شويه. زي ما انتم شايفين كده بيتم فيه عمليه تزاوج الحمام. انا عارف كويس جدا ان الاقفاص اللي هي بالشكل ده بتبقى مكلفه شويه، فانا ان شاء الله باذن الله هوريك اكتر من شيء تقدر ان انت تعمل فيه عمليه التزاوج. والشيء اللي انت هتعمل فيه عمليه التزاوج ده شيء بسيط جدا. زي ما قلت لكم ان احنا قناتنا قناه بسيطه، بكرر كلامي تاني، وان شاء الله بخاطب كل الفئات، الفئه المستطيعه اللي تقدر تجيب القفص ده، والفئه اللي ما تقدرش تجيب القفص ده. زي ما شايفين حضراتكم قدام منكم، انا عامل حاجه بسيطه وبفضل الله، يعني ما كلفتنيش اي حاجه، التكلفه كلها ولا اي حاجه. دي حاجات موجوده عندنا او عند اي بقال، اللي هي صناديق الرنجه الفاضيه. طبعا زي ما انتم شايفين حضراتكم كده ان تحت في صندوقين، وفوق طبعا هيبقى صندوقين، ادي 4 صناديق، وممكن صندوقين كمان اللي بنقفل بيهم العين بتاعتنا او السلاكه الصغيره اللي احنا عاملينها دي، اللي هي هنحط فيها الحمام ان شاء الله عشان نعمل له عمليه التزاوج. ولكن دي مساحتها كافيه ان انت تحط الاكل والشرب بتاع الحمام اللي هتعمل له عمليه التزاوج. طبعا اول ما بتيجي تحط الذكر والنتايه، اول يوم وتاني يوم يمكن ما بياكلوش، او غالبا ممكن ان الذكر ياكل. طبعا النتايه بتبقى هي المطارده، وان الذكر بيجري وراها ويضرب فيها. طبعا ده شيء طبيعي، اول لقاء ليهم طبعا. فغالبا هتلاقي ان النتايه ما تاكلش، والذكر ممكن ياكل وممكن برضه يمتنع عن الاكل اول يوم. بنحط طبعا الميه بتاعتنا وبنحط الاكل بتاعنا بكميات بسيطه، لان زي ما قلت لكم ان اول يوم وتاني يوم ممكن ما ياكلوش، فاحنا بنحط بكميات بسيطه عشان كده مع الجري جوه ان الذكر يجري ورا النتايه طاردها ويضرب فيها، الاكل هيتبعتر وممكن يدلقوا الميه. فاحنا نحط كميات بسيطه. هتكلم معاكم لسه على موضوع ان انت لما تيجي تحط ذكر كان سابق للتزاوج قبل كده، يعني شايله من على نتايه، او نتايه شايلها من على ذكر. ان شاء الله باذن الله في الحلقات الجايه هبتدي اسرد لكم النقاط دي كلها، واقول لكم هنعمل ايه او هنتعامل مع الذكر والنتايه اللي بالشكل ده ازاي. وهقول لكم كمان ازاي بنتعامل مع الذكر العنيف او النتايه العنيفه، مع انها نادره شويه بس في نتايه عنيفه برضو. هتكلم على كل النقاط دي ان شاء الله في الفيديوهات الجايه اللي انا هبتدي انزلها لكم في السلسله بتاعتنا اللي احنا بدأناها مع بعض. حابب ان انا اوريك حاجه ابسط من كده كمان. حابب ان انا اوريك المشهد الثاني ده، اللي هي اشياء برضو زي ما قلت لك بسيطه، ولكن ممكن برضو بعض الناس تقول ازاي اعمل العين اللي قدام مني دي. هفرجك دلوقتي على مشهد بحاجات بسيطه تقدر تعمل عمليه التزاوج فيها. اتفضلوا معايا. زي ما شايفين حضراتكم الاشياء البسيطه اللي انا اتكلمت عليها ووعدتكم ان احنا بفضل الله قناتنا قناه بسيطه، وبنخاطب بفضل الله الفئات كلها، الفئه المستطيعه والفئه برضو اللي هي مش مستطيعه وعايزه تبدا مشروع الحمام وتربي حمام على سطح البيت او كمشروع كبير. نقدر نقول ان دي اشياء بسيطه الحمد لله بفضل الله. زي ما انتم شايفين كده كل اللي قدام مننا دي مهزه وقديمه موجوده عندي في البيت. المهزه دي لو انت حابب تجيبها
بتشتريها من عند بتوع الحدايد والبوهيات، سعرها برضو مش غالي. زي ما انت شايف الناحية التانية دي حتة سلكة، سلك انا عاملها اهي عشان اقفل بيها الجردل البلاستيك. جردل بلاستيك موجود عند اي حد، ممكن البقال ده جردل بتاع غالبا جبنة، بتجيبه من عند بتاع السوبر ماركت، اسعاره كلها بخس، حاجات رخيصة جدا. ودي حتة سلكة انت بتشتريها وبتعملها وبتتنيها بالمنظر اللي انت شايفه ده عشان تقفل على الحمام، عشان الحمام ما يطلعش من الجردل. زي ما قلت لك في المشهد التاني ده، دي المهزة قلت لك، وادي المهزة اهي بتشيلها اهي، وده جردل برضو، جردل بوهية، جردل بلاستيك. الحاجات دي كلها حاجات رخيصة جدا وبيتم فيها عملية التزاوج. ولكن حابب ان انا اقول لك على حاجة، طبعا المساحة هنا ضيقة غير المساحات في القفص وفي السلاكة اللي انا وريتها لك الخشب. بالنسبة للسلاكة الخشب انا كنت قلت ان السلاكة بتبقى مساحتها كبيرة، بنحط فيها ونضع فيها المية ونضع فيها الاكل عشان تتم عملية التزاوج. وكنا بنتكلم ان العملية دي هتستغرق حوالي 7 ايام عملية التزاوج بين الذكر وبين النتاية. ولكن ال7 ايام دول في حالة ان الذكر بيكون معلهوش نتاية والنتاية مش اخده ذكر، زي ما بنقول ذكر اعزب والنتاية مفصولة عن الذكر بقالها فترة. لكن لو انت شايل نتاية من على ذكر او ذكر من على نتاية، الموضوع بيستغرق اكتر من كده، وليه كمان تمهيدات احنا بنعملها، ويفضل ان احنا نعملها قبل عملية التزاوج مباشرة. وكمان عش التزاوج ما بيبقاش بالشكل اللي انا وريته لحضراتكم ده. مش هنسبق الاحداث، هنسيب كل حاجة في وقتها، ولكن انا نازل معاكم بالفيديو ده عشان اوريك الاشياء البسيطة. واول فيديو لينا منزلينه في السلسلة بتاعتنا كيفية التزاوج بين الحمام، ودي الاشياء البسيطة اللي هنبدأ باذن الله ان احنا نعمل عملية التزاوج الاجباري فيها. يا ريت تكون الاشياء عجبتكم، وهي اشياء بسيطة جدا، وانا وريتك الحاجة الغالية ووريتك الحاجة الرخيصة، كلمت الفئة المستطيعة واتكلمت مع الفئة الغير مستطيعة. وانا واحد من الناس بفضل الله والحمد لله بعمل عملية التزاوج في الجرادل اللي قدام منكم دي، وبتنجح بفضل الله، وبطلعهم بعد كده واخرجهم من الجردل ده، ادخلهم العشه بتاعتي، يكون الذكر والنتايه ولفوا على بعض وخدوا على بعض. وقبل ما انهي اللقاء مع حضراتكم حابب ان انا اقول لك ان بالنسبه للجردل ما ينفعش طبعا ان احنا نحط فيه الاكل والميه لان المساحه ضيقه. بضطر ان انا احط الذكر والنتايه وابتدي انا اللي ازق لهم مرتين في اليوم. وعندي الحاجه الصبح ازق للذكر وللنتايه، واخر النهار ازق للذكر والنتايه. ودي افضل طريقه انا بتبعها، لان غالبا الذكر مش هيدي فرصه للنتايه انها تاكل، والنتايه هتتبهدل في الفتره او في فتره التزاوج دي. فانا بفضل الله بزق لهم في الفتره دي يدوي. وكنت وريتكم ازاي ان احنا نزق للحمام، هي نفس اللي بنزق للزغاليل بنزق للحمام الكبير، ولكن انا ببتدي ازق لهم اكل منقوع برضو. واحنا الحمد لله بفضل الله في فصل الشتاء الحمام بتاعنا مش هيحتاج ميه، ولكن بتتابع الحمام زي ما انا قلت لك. فباجي اجس الحويصلات بتاعه الذكر والنتايه، لقيت ان هم محتاجين ان انا ازق لهم، ببتدي ازق لهم. بس هو غالبا هنزق لهم مرتين، مره الصبح ومره اخر النهار. وزي ما قلت لك وبكرر كلامي عند الحاجه، يعني لو جيت اخر النهار لقيت فيه لسه اكل في الحويصلات بلاش نحط لهم، ممكن نديهم حقنه ميه بسيطه. وبكده بفضل الله بتتم عمليه التزاوج بين الذكر وبين النتايه. وده كان اول فيديو لينا ننزله في السلسله بتاعه عمليه التزاوج بين الحمام. وقبل ما اختم مع حضراتكم حابب اوريكم المشهد الاخير. الجردل ده بنعمل حاجه بسيطه بس فيه، بنحط فيه قش. حابب ان انا اوريكم في اللقطه الجايه ازاي بنحط القش في الجردل وايه فايده القش اللي انا بحطه في الجردل ده. اتفضلوا. زي ما شايفين حضراتكم في اللقطه دي وضعت قش في الجرادل. احنا في فصل الشتاء، وطبعا لو احنا حطينا الحمام من غير ما نحط له القش ده بمجرد ما يتبرد هيبهدل نفسه وهيبهدل ريشه. ولكن انا بحط قش زي كده لان القش طبعا بيمتص كل الفضلات اللي بيخرجها الحمام، الاخراجات بتاعه الحمام. وكمان حاجه تانية بيعمل عمليه دفء في الشتاء. طبعا الجردل البلاستيك بيبقى ساقع، ولكن بفضل الله القش اللي انتم شايفينه ده بمجرد ما الحمام بيقف جوه بيدفي المكان ده وبيبقى دافي بالنسبه له. حاجه تانية النتايه بيبقى القش تحت منها فبتحن، تلاقي ان الذكر ابتدى يحن للنتايه والنتايه تحن للذكر، بيسهل في عمليه التزاوج. وكمان بيعمل عمليه تحنين للنتايه، النتايه بتحس بالحنين ناحيه القش. فطبعا دي كانت بتبقى فرصه كويسه ان في الفتره اللي انا بزوج فيها بيبقى عندها حنين للبيض. يعني ده بيسهل معانا عمليه التزاوج، في نفس الوقت بيدي دفء كويس جدا
في الجردل للذكر وللنتايه اللي انا بيتم عمليه الزواج فيهم. طبعا انا كنت حابب ان انا اوريك المشهد ده عشان ما فيش واحد يجيب جردل ويحط الحمام كده، طبعا هيبقى سائع، وغير ان البراز بتاع الحمام هيبهدل الحمام. لا، بالطريقه دي بتبقى طريقه سليمه وطريقه كويسه جدا. وبنغير القش دوت يعني في السبع ايام ممكن نغيره مرتين. احنا ان شاء الله في خلال السبع ايام هيبقى يتم عمليه التزاوج بين الذكر بالنتايه. ممكن في خلال الفتره دي بالكتير قوي مره ثانيه ان انا اغير القش، اشيل القش ده واحط قش ثاني. وعند الحاجه برضه لو انت حسيت ان القش اتبهدل او في بللان في المكان نفسه اللي فيه الذكر والنتايه، او اللي لقيت ان الحمام من تحت متعاص، تغسل الجردل كويس جدا وتنشفه كويس جدا وتبتدي تضع فيه القش مره اخرى. وان شاء الله باذن الله يبقى احنا كده شرحنا ازاي الاشياء البسيطه اللي ممكن يتم فيها عمليه التزاوج. ده كان اول لقاء لينا. طبعا ايه هي الاشياء اللي ممكن يتم فيها عمليه تزاوج الحمام؟ اشياء بسيطه. الحمد لله بفضل الله وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. وفي نهاية الحلقة ما تنسوش اشتراك ولايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.